موضوع التعلق، متأكدة إنه أنت والموجودين هون وأنا كمان أشخاص كتير تعلقوا. يمكن كان أول تعلق بحياتنا بإمنا. أول ما صحيح. جابتنا كنا يعني الأقرب إلها من الأب، بعد هيك بلشنا نتعلق بالمحيط اللي حوالينا، المكان، الإخوان، بعد هيك المدرسة، بعد هيك الجامعة، بعد هيك شغلك. وخلال هاي المرحلة أنت بمر عليك أشخاص كمان بتتعلق فيهم. صحيح. خلينا نعرف في البداية شو هو التعلق. طبعا مهم. يعني بقدر الاشياء اللي انت حكيتيها ساجده، انه كل شخص فينا احنا مر بتجربه او شعر بنوع من انواع التعلق، سواء مم. كان للاشخاص او للاماكن او للاحداث مثلا معينه. تمام. وهذا الشيء طبيعي من خصائص السمات البشريه، يعني مم. كلنا نمرق بهاي الامور. لكن كل فئه عمريه لها نوع من انواع مم. التعلق، زي ما انت تفضلتي كمان انه حكيتي انه فتره الطفوله الطفل بيكون متعلق بامه، بعد ذلك بتعلق مم. بوالده، بعدين باقرانه، بعدين بصير يتعلق باصدقائه بالمجتمع المحيط فيه، وممكن خلال ذلك يبحث عن تعلق في اماكن او احداث. مهم. الانسان بطبيعته دائما بيبحث عن الراحه، عن الوصول الى نوع من الراحه. طبعا الراحه المطلقه لا يمكن الوصول اليها، لكن بيشعر بالتوتر بالقلق، ففي اماكن الكومفورت زون او الاماكن الراحه الموجوده في حياته. قد تكون هناك ارتباطات شرطية ما بين مكان معين وبين مهم. الشعور بهذا الراحة. لنفترض أني أنا مثلا، أنا لغاية الآن بنركز على الأماكن، بعدين راح نحكي عن الأشخاص وعن علاقات التعلق. ممكن يكون تعلقي بشخص سام، هذا الأمر مهم. أكيد راح يأثر علي بشكل كبير. لنفترض أني أنا كنت بفترة من فترات الطفولة ذهبت في رحلة مثلا أو في مكان لمنطقة معينة، ووقت مهم. يعني بهذاك الوقت كانت هذا المكان نوع من أنواع الراحة والسعادة الغامرة. فصار في عندي ارتباط بالذكريات بين هذا المكان وبين شعور الراحة. فأصبحت لما أوصل لهذا المكان أشعر بنوع من أنواع الراحة. هون صار في عندي تعلق. هلأ ممكن أنا ما أكون متذكر إيش الذكرى المرتبطة بهذاك المكان بالضبط، لكن مجرد ما وصلت لهذا المكان ممكن يصلني شعور الراحة، أو الدماغ يسترجع المشاعر المرتبطة في هذا المكان، فبشعر بنوع من أنواع الراحة. فصار عندي تعلق، خصوصا اذا كان طبيعه حياتي اليوميه هي عباره عن مثيرات مولده للتوتر بشكل كبير، فبالتالي أوكي. راح اشعر في الجذب تجاه اماكن او اشخاص فيهم برائحه الماضي اللي كان يشعروني بنوعا ما سابقا في الراحه يعني والعاطفه. التعلق شيء طبيعي انك انت تتعلق بهاي الامور اللي انت ذكرتها دكتور. 100% في حال لم تؤثر على حياتي. يعني كنا في عندنا تعلق في الماضي، في عندنا تعلق في بعض الاشخاص، امم. لكن هل هذا التعلق يسبب لي التوتر والقلق؟ يعني لنفترض اني انا وصلني مثلا فرصه عمل خارج البلاد، وانا عندي تعلق في البلد بالوطن، والتعلق تبعي منعني امم. من الحصول على هذه الفرصه. هون صار عندي مشكله. يعني صار في عندي انا لازم اتعامل مع المشاعر اللي كانت مرتبطه، او الكبت اللي عندي والمشاعر الصعبه والسلبيه اللي بتمنعني من خوض تجربه جديده. فالتعلق نقدر نعتبره طبيعي فيما لو لم يؤثر على منحى حياتي. اذا اثر على منحى حياتي، لا، هون بدي اضرب بريك، في عندي مشكله لازم اتعامل مع هاي المشكله. هذا امم. بخصوص الاماكن. ممكن احداث، يعني انا بفتره من الفترات، ممكن فتره رمضان يكون عندي انا تعلق لهذه الفتره فرضا، لانه فيها اجواء عائليه، فيها اجواء بتطفي نوع من انواع التوتر والقلق الموجود عندي. فلما يخلص شهر رمضان بنحزن احيانا. شكرا. وهذا الحزن ممكن يختلف، كلنا بنحزن وهذا شيء طبيعي، امم. لكن استمرار الحزن لفتره طويله، هون في مشكله. هون في مشكله. طبعا احنا اكيد يعني الحزن الديني والروحي، انه كان مثلا السلف الصالح يحزنوا لفارق رمضان ل6 شهور، لكن هون احنا بنقصد انه الاجواء والحاله من الراحه المرتبطه بهذا الشهر، سواء كانت ناتجه من علاقات اسريه، من ترابط اسري، من الفه، من اخلاق ساميه. هون صار في عندي افتقاد نتيجه وكبت مشاعر كثيره كانت انا كبتها وسمحت لها بالظهور في هذه الفتره فقط.